سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه والسلامه؟ كما كتشوفوا انا كاينه في المحل ديالي، في المشروع اللي درت كما قلت لكم في المغرب. كاينه هنايا. ايوا بغيت ندردش معاكم، بغيت نهضر معاكم بشويه ديال الاسئله اللي كتخليو ليا. نساوناش باللايك والبارطاج، وما تنساوناش بالتعاليق ديالكم الزوينه. انا هندردش معاكم شويه، نجلس اختي ونعاود لكم شويه ونجاوبكم على الاسئله ديالكم. يلا بقاو معنا في الفيديو. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم طليت عليكم، بغيت نشارك معكم شي اخوات قالوا لي قبل الفيديو هذا اللي درت قبل. سولوني البنات قالوا لي نعيمه، عافاك شاركي معنا الرياضات ولا الاكتيفيتي اللي كديري لولدك تما، وشاركي معنا اشنو كاين الاثمنه. ما نقدرش نشاركها معكم الصراحه، ما مسولاش انايا على كل شيء. شنو اللي مثلا شنو الرياضات والاثمنه ديالهم. السلام عارفه انا اشنو من الرياضات اللي كيكونوا هنايا كيديروهم في المغرب. يعني شوفوا جميع الرياضات، يعني تيكواندو، الكاراتيه، السباحه، الفروسيه، كره القدم، كره التنس، يعني السباحه ذكرتها لكم. والسلام جميع الرياضات كاينين هنايا. تقدري ولدك بعدا كنهضر على مدينه اكادير، كنهضر على مدينه اكادير متوفر فيها، والمدن الكبار كلهم تقريبا متوفر فيهم الصراحه. اي حاجه بغيتي انك تسجلي فيها ولدك كاينه. غير واحد النصيحه الامهات ولا اولياء الامور، شوفوا الحاجه اللي بغيتو وليداتكم تسجلوهم، خاص بالرغبه ديالهم هما، شوفوهم هما اشنو بغاو، اش من الرياضه اللي بغاو هما. ما تفرضوش عليهم شي حاجه نتوما ما درتوهاش في صغركم تفرضوها عليهم هما. لا انايا عزيزه عليا الكره، تا ولدي خصو يلعب الكره، تا هو خصو تكون عزيزه عليه الكره. لا، شوفي ولدك هو اشنو بغا باش يستمر لك في ديك الرياضه، لانك انتيا مثلا جبتيه هنايا المغرب وهتدخليه لواحد الرياضه الا باش تساعديه انه ينسي الضغوطات ديال المدرسه، مثلا ينسي الحياه اللي غيرها، الوضعيه شنو كانت تمايا وسميتو تبدلت عليه كل شيء. يدير اصدقاء، خصو شي حاجه اللي كيبغيها. ملي يدير الحاجه اللي كيبغيها راه هو صافي كيتاقلم الدري. هذا هو اللي بغيت نشارك معكم، لان بزاف ديال البنات قالوا لي عافاك شاركي معنا شنو هما الرياضات اللي كيكونوا تما. وبزاف الناس اللي قالوا لي راه حنا جايين، راه حنا هاد الصيف ندخلوا. شوفوا انا عن تجربه، يعني الصراحه كل شيء لقيتش فيه صعوبه. غير واحد الحاجه بالنسبه اللي عنده الوليدات، كنلقى بانه هنايا شويه الحوايج غاليين، ما عرفتش. السلام تما عندنا حنايا بعدا في المانيا فين كنت انايا، كانوا الحوايج كيديروا دوك السولدات، كيديروا فيه على النت سولد، يعني الحاجه كتكون سولد وكينزلوا فيها 50%. هنايا كتلقاي ماشي شي سولد نيس، يعني اللي بغات تجيب وليداتها تاخذ ليه الحويجات ديالو مثلا، وما تديروا الحوايج ديال البرد ما تجيبوهمش كاع، قليل غير بحال القبيات، شي حاجه اللي خفيفه. الحاجه اللي كتلبسوها لوليداتكم في الخريف تما هي اللي تجيبوها ليهم هنايا يلبسوها في البرد. انا ما استعملتش الياكا كاع نهائيا، الجاكيت ما استعملتهاش. يعني حوايجي اللي كنلبس دائما هما اللي كنلبس، يعني هكا حاجه خفيفه، ما كاينش شي بارد اللي هو قاصح. الناس مراكش يمكن، حنايا بالنسبه لاكادير راه ملي برد الحال في المدن حنايا عاد سخن عندنا الحال. والسلام المهم هذا هو اللي نقدر نقول لكم على الحوايج هما اللي لقيت فيهم شويه ديال الغلا الصراحه هنا في المغرب. اما حتى الاشياء الاخرى يا كتلقاي مثلا تقريبا نفس الاثمنه، يا كتلقاي الاثمنه شويه منخفضه، بحال الخضره موجوده الا غلات كتكون ديك 60 سنت 50 سنت، الا غلات مثلا الحاجه الا غلات كتوصل. اما الديسير شويه غالي، الديسير تاني غالي بالنسبه للبعويد. بالنسبه للتفاح كتلقاي غالي دائما، اورو 50، يعني 15 درهم للفوق. يعني هاد الحوايج هادو اللي عندك الديسير هو غالي الصراحه. كما قلت لكم المهم ان الواحد يجيب معاه، يكون عنده الحاجه اللي ترد ليه الفلوس ضروري.
يعني المغرب حتى هو كيحتاج الفلوس، يعني تقريبا نفس داك المصروف اللي كتصرفي تما غتصرفيه هنايا، تقريبا نفس المصروف اللي كتصرفيه تم غتصرفيه هنايا. يعني الواحد الا ما كانش عنده شي مدخول، ما كانش عنده شي مشروع، صعيب. وحتى المشروع الا درتوه مثلا، ها انا دابا درت المشروع ياكو، ها هو دابا انا رانا جالسه فيه النيت دايره المشروع، وانما خصك ضروري البدايه هتكون صعيبه، البدايه ماشي اي حاجه كتنجح، ضروري الصبر. يعني ها نصبروا شويه بين ما درنا الكليان، بين ما عرفونا الناس، بين ما فهمتوني. ماشي دغيا المشروع ديالك يدير بوم وهي تاخذ ما يعني المدخول ما يكونش دغيا، يعني ضروري تجيبوا معاكم شويه الدوايا باش تحركوا في الاول. السكنه كما قلت لكم ضروري، هذيك ما حيدهاش لكم الطبيب اللي ما عنده السكنه بلا ما يجي لان يتبعك الكرا والمصروف والمدارس. المدارس تا هما راه كاينين المدارس اللي دايرين من 80 اورو للشهر حتى ل 130 150. يعني هذه ديال المدارس الحره هنايا في اكادير. يعني كاين المدارس اللي ابتدائي كتلقاي 700 800، كاين اللي كتلقايها ب 150. يعني سولو وعاده راه دابا سولوا على نتوما فين تسكنوا، سولوا في الجروبات اللي في الفيسبوك. مثلا انايا في اكادير غندخل الفيسبوك اللي فيه الاكاديريات اللي في مراكش المراكشيات. المهم سولوا وان شاء الله راه ما يكون على الخير، ولا نظمتوا المسائل ديالكم وهذا راه ما يخصكم حتى شي خير. وخير دليل حنايا راه باقين الحمد لله بفضله، الحمد لله ربي كيعاون الناس هو وكيكون واحد البركه، راه حنا باقين مستمرين. والسلام البنات، اي حاجه بغيتو تسولوني عليها ولا شي حاجه راه كما كنقول لكم خليو التعاليق ديالي، راه ما كنشاركش معكم بزاف الصراحه، كندخل غير كنعطيكم بعض النصائح، ما كنش نشاركش معكم. واللي بغات تدخل ملي في الصيف تجيو مرحبا بكم. البنات ديال اكادير مرحبا بكم، جيو عندي للصالون هنايا للسونتر بيوتي اللي كندير فيه العنايه بالبشره والشعر وهذه، مرحبا بكم. تاتوما عاونوني، والبنات اللي كاينين هنا مرحبا بكم. طبيعه الحال ما نكثرش عليكم الهضره، تبارك الله عليكم والحمد لله والشكر لله، راه حنا باقين صامدون. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.